السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وإخواتي جميعا. النهاردة هنتكلم في موضوع يمكن إن احنا اتكلمنا وتطرقنا ليه قبل كده، اللي هو موضوع زيادات الأسعار اللي هي المبالغ فيها جدا، اللي هي اليومية. مش يعني ممكن كل ساعة في زيادة، مش يومية يعني كمان كل يوم، لا ده كل ساعة. النهاردة من ضمن الحاجات اللي لفت نظري جدا موضوع الطحينة السايبة. الطحينة السايبة يا جماعة احنا كنا بنبيعها من فترة قريبة جدا، يعني ما كملتش مثلا نقول شهرين ولا حاجة. كان الكيلو ما بيزيدش عن 44 جنيه، من 40 ل 44 جنيه. الطحينة اللي هي السمسم البيور اللي هي النظيفة بتاعت شركات معروفة جدا. الوضع بقى صعب قوي. في حاجات كتير جدا في السوق مغشوشة. في انواع كتير من الطحينة بتبقى سايلة خالص، بيضاف لها زيت كتير. ولكن احنا هنتكلم على الحاجة اللي هي المظبوطة قوي. انا بشتغل في نوع عندي هنا بتاع شركة، مش هقول اسماء شركات طبعا، بس شركة محترمة وشغلهم نضيف جدا جدا جدا. بس انا كنت بادئ فيه ببيع من 40 جنيه زي ما بقول لكم، 44 48 50، جه وصل ل 60. وصلنا الكلام ده من حوالي بتاع 10 ايام بالظبط كده، كان ثابت عند ال 60. فجأة كده بدأ يترفع كده ويوصل لأسعار بقى خيالية. الطحينة وصلت عند أغلب الناس ل 80 جنيه في الساعة، يعني مستهلكها، لأن في شركات رفعت ل 65 و70 وكلام كده. وطبعا العبوات دي بتيجي 10 كيلو وزنها، عشان بس الناس تبقى فاهمة إن ما يقولوش إن التاجر القطاعي بيشتغل بيفتري برضه فيها، لا. الأنواع دي بتبقى الوزن بتاعها المفروض 10 كيلو، 10 كيلو قايم. يعني لما بتيجي وتتصفى الجردل اللي فيها ده بيطلع له حوالي 650 750 جرام، يعني بتطلع 9 كيلو وربع. لو جينا قسمنا مثلا، لو انا مثلا النهارده هي جايه لي مثلا ب 650 جنيه، لو جينا قسمناها ممكن الكيلو يوصل 70 جنيه او 72 جنيه. نحط بقى في اكياس وفي شنطه والحاجات اللي بتتعبى فيها يعني وكده، ووقفت المحل وكده، فوصلت ل 80 جنيه 76 جنيه 80 جنيه كده. وفي ناس كمان يعني سرج، اللي هي السرجه اللي بتبيع الحاجات دي تسمى كده يعني، بيبيعوا الكيلو ب 86 جنيه. يعني انا جنبي سرجه في المنطقه وصلت السعر ل 86 جنيه. نظام مبالغ فيه جدا. فانا بنصح بقى، النصيحه اللي انا عايز اقولها النهارده اللي انا بتكلم فيها عشان مش عايز اطول عليكم برضو، النصيحه اللي انا بقول عليها الناس اللي بتستهلك الحاجات دي كتير. طبعا الكلام ده اللي بقوله ده بيضرنا احنا في شغلنا، بس انا بقوله عشان خاطر ده بتكلم، انا دايما بتكلم لوجه الله، وربنا يجعله مثلا في ميزان حسناتنا جميعا والناس تدعي لنا. الجأوا للطحينه اللي هي اعملوها في البيت. وطريقه الطحينه في البيت سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه هتبقى متعبه ليكم. والسمسم هتجيبوه، اللي عايز يعملها بسمسم هيعملها، اللي هي زي نظام البيور اللي بتبقى عندنا، واللي عايز يعملها بسوداني يعملها، اللي عايز يعملها بحمص المفروش ده اللي هو الحمص العادي ده اللي بيتاكل ده اللي هو عند المقله ده يعملها. هي طعمها في النهايه بيبقى قريب من بعض، بس طبعا في ناس بتضيف عليها دي وبيضيفوا عليها لازم الزيت طبعا. فمع السمسم زيت لو لوحدها، او سوداني وزيت، او سوداني وسمسم وزيت. في بقى ناس بتبقى عاملاها سوداني ودقيق وزيت. ففي طرق كتير جدا موجوده على اليوتيوب طبعا. في ناس كتير عامله الطحينه، وناس كتير عاملاها بطريقه كويسه جدا وسهله وسريعه ورخيصه، وهتكلفكم مش هتقف معاكم. ممكن الكيلو دي وانتوا عاملين طحينه بيور نظيفه مش هتكلفكم مثلا بتاع 60 جنيه، وتبقوا عاملينها في البيت ومعروف انتوا عاملينها ازاي. تمام كده؟ فهي دي نصيحتي النهارده. اتمنى ان تكون نصيحه بتفيد الجميع. وعايزين نعمل ده في كل الحاجات. يعني النهارده في حاجات كتير بدأ يبقى مبالغ فيها، يا ريت بقى الناس كلها تبدأ تخف ايديها شويه من الشراء. يعني لو انا بشتري مثلا 2 كيلو قوطه، والقوطه النهارده ب 8 9 جنيه، لا اشتري على قد طلبي. بس لو الحاجات دي رقدت عند التجار ايا كان بقى، هيضطر يعمل الفلفل النهارده الرومي والحامي النهارده من حوالي بتاع اسبوع كان ب 5 جنيه و 6 جنيه و 7 جنيه، وصل ل 16 جنيه و 18 جنيه في الحته اللي انا فيها.
برضه حاجه صعبه. الناس بتقف تقول في 8 كيلو، البياع ما بيعجبوش الكلام دون، هيعمل ايه وعايز يحطه في اكله مثلا. فطبعا لا، احنا ممكن نستغنى عن دون، في حاجات تانية بديله للكلام ده. وفي الشطه الحاميه العاديه، لو انا عايز احط على اكل شطه مثلا وافرمها بنستعمل. فاحنا لازم نستعمل البدايل في كل حاجه. لو احنا الحاجات دي قاعد عند التجار اللي هم بيبيعوا بافتراء او بيغالوا في الاسعار او بيفتروا في الاسعار، هيضطر غصب عنه الحاجه دي هتترمي عنده، هيضطر غصب عنه ينزل اسعارها. تمام كده. لان على ما بنسمع كمان برضو بالنسبه لموضوع الخضار، وانا بخش على صفحات بتوع الخضار في سوق العبور، الخضار في سوق العبور اغلبه رخيص جدا، يعني اسعاره كويسه مع المشال مع بتبص تلاقي التاجر بره او اللي بيبيع قطاعي بره غير بقى المحلات البقاله عندنا او الماركت عندنا. احنا عندنا حكايه محدوده ومفهومه، ما فيهاش لعب خالص يعني، لان اغلب حاجاتنا مكتوب عليها اسعار. انما في الحاجات الثانيه دي تبص مثلا ممكن واحد يجيب السبانخ ب 2 جنيه او ب 2 جنيه ونص جمله، يروح بايع ب 12، القلاص ب 2 جنيه ونص 3 جنيه في الجمله هناك، تكلفه 4 جنيه عقبال مثلا هنا يروح بايع ب 12. فاهمين ازاي؟ فالقصه كلها بقت كده. لو النهارده البياع ده قعد يومين ثلاثه لا مفيش بيع عنده او نسبه البيع عنده مش مجازيه معاه وحاجه هتترمي من عنده، هيضطر غصب عنه لازم يلجأ لان هو ينزل السعر بتاعه عشان يبيع وعشان يعرف يشتغل ويمشي وكده. والا لو واحد جنبه جه ضربه وحط سعر اقل منه، كويس الكلام ده، وانا رحت له وده غير راح له وده راح له وده راح له، هو مش هيعرف يشتغل، هيضطر ينزل السعر بتاعه، بس هيبقى في عدم ثقه فيه بعد كده قدام، والناس هتروح للي هو كان فيه الثقه من البدايه. تمام كده. طبعا احنا لازم كلنا نتكاتف مع بعض ونقف ايد واحده عشان الدنيا تعدي والازمه تعدي في البلد، نعدي من الازمه اللي احنا فيها. لان زياده الاسعار اغلبها دلوقتي مفتعل، لان معانا كل ساعه كل ربع ساعه في زياده اسعار. انا امبارح بكلم شركه بتاع الجبنه وكلمت المندوب في التليفون بكام، قال لي العلبه واقفه عليك ب 11 ونص ربع كيلو. جالي بقول له طب نزل هات كذا، قال لي لا ده انا وانا في الطريق اتصلوا بيا قالوا لي بقت ب 13 الا ربع جمله. ايه الكلام ده؟ قلت له لا مش عايزها. لا خلاص كده خليها عندك، انا هبيعها بكام انا اصلا للزبون؟ ده انت لو قلت للزبون 13 هتاخد ربع جنيه في العلبه دي، الزبون هيقول لك لا انت بتضحك عليا. خلاص كده. فالجبن المعبأة اللي هي معمولة بلبن بودرة ومجموعة مواد كده ملخبطة على بعضها وكلام من ده اللي بيسموها الفيتا دي كلها، أنا عايز أقول لكم الجبنة دي قربت توصل لسعر الجبنه السايبه. انا وقفت الجبنه السايبه عندي بصراحه في الفتره دي حاليا، لان الجبنه البيضاء وصلت ل 90 جنيه اللي هي النظيفه والناس ما بتفهمش بالكلام ده، اغلبها عايز يجي يقول لك هب ايه مثلا ب 5 جنيه، مش هتقدر تديله لان برضه مشكله. الجبنه الرومي وصلت ل 160 180، فلامانك وصلت ل 300 جنيه، الشيدر وصلت ل 300 جنيه المستورده اللي هي المستورده كمان. فاغلب الناس بقت توقف الحاجات اللي هي الغاليه دي، والصح ان اغلب محلات البقاله توقف ده عشان المستورد اللي هو عنده بضاعه مخزنه يبدا ينزل سعرها، لان هو ما دخلش جديد وعنده فبيضطر يزود عشان مصاريفه برضه والثلاجات والكلام ده كله. فالنهارده الناس اللي العبء بيجي في الحتت دي بقى بموضوع البقاله ده بيجي على تاجر القطاعي وعلى المستهلك. خلاص يعني احنا زي بعضينا، تاجر القطاعي وتاجر المستهلك، والمستهلك ده هم اكتر ناس بيتاذوا. انما موضوع الخضار بقى اكتر واحد بيفتري فيها او بيزود فيها هو تاجر القطاعي اللي هو بيبيع قطاع على العربيات، واللي بيتضرر فيها المستهلك. مع العلم تجار الجمله بيقولوا اسعار غير كده، ولو دخلتوا على الصفحات هتلاقوا الكلام ده كله. اتمنى الفيديو يكون ليه هدف وصل لكم. اتمنى ان كلكم تستفيدوا من اللي انا بقوله دون، بحيث ان كلنا نتكاتف ايد واحده عشان نطلع البلد من الازمه اللي احنا فيها بتكاتفنا كلنا، لان دي بلد، لان طبعا دي بلدنا ولازم يكون عندنا ولاء ليها ونحبها. اتمنى كلنا نستفيد، واستودعكم الله وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.